ממצרים דרך מצרים. This is Egypt. كلما ارتبكت ضع اسم مصر في جملة غير مفيدة. يبدو أن هذه هي الاستراتيجية الإسرائيلية حاليا، كلما تزايد الضغط الدولي على الاحتلال. יכול לפתוח להם את מעבר רפיח, אבל אתה יודע שהם יחסמו מנגד מיד במצרים, אתה יודע את זה. نتنياهو يجلس أمام الكاميرات ليقدم التعريف الحرفي للتهجير القسري، ثم يشكو إفشال مصر مخططاته. Because I got requests from Gaza before the war for people who wanted to leave, but they were locked because their neighbor, Egypt, wouldn't open the door. لا يمل من كيل الاتهامات أملا في إشعال الفتنة، إذ حاول من قبل توريط القاهرة في جرائمه أمام محكمة العدل الدولية، كما حاول الاحتلال الزج بمصر في عرقلته إدخال المساعدات، وفي كل مرة يأتيه الرد حاسما قاطعا عليه الطريق. الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف، إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به. مصر أكدت مرارا أن بوصلتها لن تحيد، وأن لم يفهم نتنياهو بالتصريح فرسائل وزارة الدفاع المصرية قد تفي بالغرض. وأكد اللواء أركان حرب شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية خلال كلمته حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الهيئة بكافة الإمكانيات والقدرات التكنولوجية التي تمكنها من مواصلة أعمال الرصد لتحقيق الجاهزية التامة للرد الفوري على أي اعتداء ومجابهة التهديدات المحيطة بالأمن القومي المصري بكفاءة عالية. أي بني آدم على مستوى العالم يفكر فقط إن هو يقرب ده على الحدود المصرية سيكون الرد المصري مفاجئ للعالم كله. ثم تعود الدبلوماسية المصرية وتؤكد من جديد أن موقفها ثابت شامخ لا يلين. هراء أن نقول أن هناك تهجير طوعي، لا الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه ويتمسك بترابه الوطني ولا يرغب في أن يغادر أرضه. ولماذا يغادر؟ هذه أرضه. إذن كل الطرق تؤدي فقط إلى الحقيقة. مصر ثابتة على موقفها، تضع خطا أحمر لا عبور بعده، لا تهجير ولا تنازل عن الحق الفلسطيني. إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر.